ازيكم يا ابطال؟ معاكم كينج والدريفت فيديو جديد. النهارده جايب لكم شرح باتش 6.3 اف، وده اخر باتش هينزل السنه دي. في بفات ونرفات مهمه هتأثر على الجيم كله. يلا بينا نبدأ الشرح. واول حاجه هنبدا بيها البافات، واول بطل معانا هو زيرا معمول لها ورك في كل سكيلاتها، والباسيف بتاعها هنبدا بيه. بس هنبداه هو اتعمل فيه 4 حاجات، فاحنا هنقول حاجه. اول حاجه معانا الاتش بي بتاع النباتات. كانت بتبدا ب20 لحد 272 مع الليفل، زائد 25% من نسبه الابيليتي. دلوقتي بقى بيبدأ من 30 ويخلص عند 240. ماشي. زائد من 22 لحد 50% برضو مع كل ليفل. يعني دلوقتي اتش بي النباتات بقى بيبدأ اعلى، اتش بي بتاعه اعلى، بس في الايرلي جيم، وفي الليت جيم بقى اقل. بس الفكره ان نسبه الابيليتي هتعلي الاتش بي جامد، لان هي كانت 25 ثابته، 25% ثابت، بقت من 22 لحد 50% مع الليفل. يعني الزيرة دلوقتي النباتات بتاعتها هتكون الاتش بي بتاعها اقوى واكتر من الاول بكتير، وده طبعا هيخلي النباتات تموت ابطأ في حاله لو انت طالع ابيليتي باور. تاني حاجة معانا في الباسيف هو الدمج بتاع النبات. كان ضعيف نسبيا في أول الجيم وفي آخر الجيم. دلوقتي بعد الباف، بعد الباتش، بقى أقوى في أول الجيم وأقوى في آخر الجيم. يعني هي دمج في كل الأحوال، وكان بياخد بنسبة 13% من الابيليتي باور، دلوقتي علو بقى بياخد بنسبة 15%. فهي دلوقتي بقت أقوى في الفايت، أقوى في الدمج، وهتبقى أقوى في الإيرلي والليت جيم. وتالت حاجة معانا هو ضرر الأبطال للنباتات. الأبطال كانوا بيكسروا النباتات بسرعة 40%، دلوقتي بعد الباتش بقت الضرر قل بنسبة 35، يعني قل لحد 35%. يعني دلوقتي النباتات هتعيش وقت أطول في الفايت. ورابع حاجة معانا ضرر النباتات ضد الوحوش. كانت الأول بتاخد نسبة من الضرر بنسبة 50% ثابتة، دلوقتي بقت 15+2 في مستوى البطل. يعني بقى هتفضل الدمج بتاعك هيعلى مع مستويات الوحوش، مش هيبقى ثابت يعني بنسبة 50% من ضرر المهارة. دلوقتي مع كل ليفل الدمج بتاعك هيزيد. بصراحة أنا مش عارف دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة. خامس حاجة معانا هو مدى الضرب بتاع النباتات. المدى اتقلل من 575 ل550. هو نرف بسيط، بس لازم تقف أقرب تحاول تنشل أقرب شوية على الانمي. نشرح كمان الإضافات الجديدة. أول إضافة الوحوش العادية بتعمل ضرر دلوقتي 35% في النباتات. كانت الأول بيبقى ضرر كامل، دلوقتي 35%، يعني أقل بنسبة 65%. تاني إضافة معانا لما تيجي تضرب الألتيميت بتاع زيرا، أي انمي واقف على الألت هيجي مكانه زرع. يعني لو في 5 واقفين على الألت، هيجي خمس زرعات أو 5 نباتات يفضلوا يضربوا فيهم. هي الأول ما كان لما تيجي تضرب ألت وأي حد يبقى على الألت ما كانتش بتعمل مكانه نبات، دلوقتي عملوا الإضافة دي. تالت حاجة معانا لو انت معاك الايتم بتاعت اللي هي بتقلل الشفاء وكده، لما تيجي الزرع النبات الاول ما كانش بيعمل التأثير ده، دلوقتي بيعمل التأثير. برضو ضافوا حاجة كمان، التأثير بتاع اللي هو بيفك الدرع. النبات برضو ما كانش بيعمل تأثير فك الدرع لو انت جايب الايتمات اللي هي بتدمر الدرع، دلوقتي بقى النبات عادي يشتغل مع التأثير ده. ودي شايفها اضافات جامدة جدا، وهتكون حلوة ليها برضو كسبورت وكميد لين، فهي هتشتغل دلوقتي احسن من الاول بكتير بعد الاضافات دي. وبكده يبقى خلصنا شرح الباسيف. وعايز اقول لكم ان احنا كل ده بنشرح بس في الباسيف، يعني واخده وقت طويل قوي. الباسيف بتاعها اتعمل له تغييرات كتيره، احنا لسه هنشرح في السكيلات برضو تعمل لها ريورك وتعمل لها تعديلات، فلسه هنشرح فيها. فانا مش عارف ايه اللي هما بيعملوا فيها كل ده يعني. واخيرا نيجي لاول مهاره لزيرا. زيرا الأول عملوا تقليل للوقت التحميل بتاع السكيل. الأول كان أقل ليفل 7 ثواني، وأعلى ليفل كان 5.5. دلوقتي أقل ليفل 6.5، وأعلى ليفل بقى 5 ثواني. دلوقتي المرة بقت بترجع أسرع، وتقدر تستخدمها مرات أكتر في اللين وفي الفايت. تاني حاجة الدمج بتاعها كان الأول بيديك بيزيد بنسبة 50% من الابيليتي باور، دلوقتي بقى بيزيد بنسبة 60% من الابيليتي باور. يعني دلوقتي المهارة بتدمج أعلى، وده هيظهر معاك جدا في نص الجيم وفي آخر الجيم.
نيجي بقى لتاني مهارة معانا. أول تعديل اللي حصل لها وقت تحميل السكيل برضه، بدل ما كان بيبدأ ب15 ويخلص عند 12 بقى بيبدأ ب12 ويخلص عند 9. أعتقد ده فرق واضح جدا، المهارة بقت أسرع بكتير. تاني حاجة كمان اتعمل لها ريورك. دلوقتي لو جيت تستخدم السكيل وفي نبات موجود وقرب يموت، ال HP بتاعه بيرجع تاني فول HP زي ما هو. وكمان بياخد دامج على حسب المهارة، بيبدأ من 35% ويخلص عند 50% على حسب ليفل المهارة. وآخر حاجة بياخد سرعة هجوم بتزيد 50%، يعني تقدر تعمل دامج عالي في وقت قليل. وتالت مهارة هي خدت نرف بسيط في الرينج، بدل ما كانت الرينج بتاعها 1000 بقى الرينج بتاعها 900. ومعتقدش ده هيأثر معاها في أي حاجة بعد كمية الحاجات اللي هي عمالة تاخدها دي. واخر حاجة معانا هي الالتيميت بتاع زيرا، ودي اخدت نيرف. كانت بتبدأ من 170 وتخلص عند 330 زائد 60% من نسبة الابيليتي باور. دلوقتي بتبدأ ب150 وتخلص عند 300 زائد 50% من نسبة الابيليتي باور. يعني هو الرور كده يعتبر قواها في حاجات تانية كتير جدا، وضعفها في شوية حاجات، وحاجات شالت حاجات. أعتقد إن هي لسه هتبقى قوية جدا، وممكن الباتش اللي جاي ولا حاجة تاخد لها نيرف تاني. تاني بطل معانا في البفات هو زد خد بف في المهارة الأولى، خد بف في الطاقة. بدل ما كانت الطاقة بتاعت المرة الأولى بتسحب من 50، بتبدأ من 65 مع حد 50 مع كل ليفل. بعد الباتش بقت من 60 ل45 مع كل ليفل، يعني كل ليفل تقدر تقول نقصت 5. وده هيساعدك جدا في إنك تستخدم المهارة دي أكتر بكتير وإنت بتلعب في اللين بتاعك. وتاني مهارة زد أخدت بف برضو في الطاقة. دلوقتي الاسترجاع بتاع الطاقة بقى أزيد، بدل ما كانت بتسترجع طاقة من 35 لحد 50 بقت من 40 لحد 55، زادت 5 برضه في كل ليفل. لما تستخدم المهارة التانية بتاعت زد وتجيب الاسكلاية في أي أنمي، ده بيعمل ليك استرجاع طاقة. هي النسبة دي الاسترجاع بتاعها عالي. وتالت بطل واخد معانا بف هي كيتلين خدت بف الأتاك دامج بتاعها بتاع كل ليفل من غير أي ايتمات. لما تيجي تعلى في الليفل، بدل ما كانت بتزيد 4 بقت دلوقتي بتزيد 4.5، يعني كل ليفلين هتزيد 1 دامج زيادة عن الأول. فده يزود الضربات بتاعتها. ورابع بطل معانا في البفات هو الجينكس، وخدت بف في المهارة الأولى. ضرر الصواريخ اتزود. ضرر الصواريخ في الباتش كان بيعمل 110% من قوة الهجوم، أو متضرر الدمج الأساسي بتاعها يعني. بعد الباتش الصواريخ بقت بتعمل 112% من قوة الهجوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو جينكس عندها 200 قوة هجوم قبل الباتش، كانت هتتضرر هيعمل 220 دمج. بعد الباتش هيعمل 224. وفرق بسيط في الضربة يعني. بس لما تعمل ضربات كتيرة، وانت طبعا جينكس سريعة، لما تعمل ضربات كتيرة 10 15 ضربة، فالأربعة الزيادة دول هيبقوا 40، هيبقوا 60، فيعملوا رقم يعني مع الضربات الكتير وكده. وتاني بطل معانا واخد نيرف هي ميس فورشين. خدت نيرف في المرة الأولى. الضرر الأساسي بتاعها قل شوية، كان 60. وكان بيبدأ ب60 ويخلص عند 165. بيبدأ ب60 ويخلص عند 150، يعني أقل في الليفلات العالية. إنما البداية هو إنما في الليفلات الأعلى قل شوية عن الدمج اللي كان عليه. تاني حاجة الضرر اللي بيعتمد على قوة الهجوم اتغير برضه. كان بيبدأ من 120% ويخلص عند 135، فبيبدأ من 112 وبيخلص عند 136. هو قل في أول 3 ليفلات بس، الدمج قل شوية، وفي آخر ليفل الدمج بقى أعلى أصلا من الأول. بس ده برضه يعتبر النرف ليها برضه. وتاني بطل معانا في النرفات هو كويل. وكويل أخد نرف في سرعة الحركة بتاعتها، كانت 255 بقت 245، وكده تبقى أبطأ في الحركة بتاعتها شوية. وتاني حاجة خدت نيرف في تالت سكلاية ليها، كانت بتاخد ضرر إضافي من 12 لحد 21، بقت بتاخد من 10 ل19، وقلت في كل الليفلات. فخدت نيرف في الباسيف، في الضرر الإضافي اللي بتاخده بنسبة واضحة. وكمان معانا نيرف الألتيميت بتاعت كايل. الألتيميت بتاعت كايل خدت نيرف في الدمج بتاعتها،
كانت الأول بتعمل 180 150 و275 و400 زائد 80% من نسبة الابيليتي باور زائد 100% بونص من نسبة الاتاك دامج. دلوقتي بتعمل 50 150 225 300 زائد 60% ابيليتي باور نقصت 20%. ماشي، زائد 85 بنسبة الأتاك دامج نقصت 15%. يعني في حالة لو انت هتطلع ابيليتي باور فدامج الألت هيقل، هتطلع أتاك دامج برضه دامج الألت هيقل. وآخر بطل معانا في النرفات هو كوج ماو. كوج ماو خد نيرف في البيز أتاك بتاعه، بدل ما كان 58 ب54. وكمان خد نيرف في الإسكلاية التانية بتاعته، كانت بتعمل ضرر إضافي على حسب ال HP بتاع الإنمي. كانت بتعمل من 3 و4 و5 و6% من HP الأنمي، زائد 1 من 100 من قوة الابيليتي بتاعته. دلوقتي الضرر بقى بقت بتعمل 2 3 4 5% من HP الانمي، زائد 1%، زائد 1 من 100 من قوة الابيليتي بتاعته. ونيجي بقى للايتمات. أول ايتماية معانا هي الايتماية اللي هي شبه الفانوس الأحمر دي. كانت ب2800 بقت ب2700، بس برضو قلت في الجولد وقلت في الشيلد بتاعها. الشيلد بتاعها كان 8% بقى 5%. الشيلد أو هيل يعني هتهيل أقل وهتشلد أقل، بس هتعرف تشتريها أسرع. ودي تاني ايتماية معانا، كانت بتدي 300 مانا، حذفوها مبقتش بتدي مانا خالص. الابيلتي هيست أو سرعة تحميل السكيلات كانت 10 بقت 20. الشيلد كانت 8%، نقصوها بقى 5%. يعني برضو الشيلد والهيل قل. وكده عندك ايتمتين سبورت، الشيلد والهيل بتاعهم قل، فده كده في نيرف واضح للسبورتات. وتالت ايتماية معانا، تلات ايتمات الابيلتي دي اللي هي بتكسر الدرع. كانت بتدي 80 ابيلتي باور، بتدي 75، وكانت بتدي 10 ابيلتي هيست اللي هي التسارع بتاع السكلات ده لغوها، مبقتش بتدي ابيلتي هيست. وعندنا كمان نيرف الايتم دي خدت نيرف في الضرر الأساسي بتاعها. كانت بتعمل من 900 ل480، أو من 480 ل900، بقت بتعمل من 320 ل600. الايتم دلوقتي بقى بيعمل ضرر أقل بكتير ومش هيكون زي الأول. كمان سرعة الحركة كانت اللي قبل 55، دلوقتي بقت 40. يعني التانك دلوقتي مش هيجري بسرعة كبيرة زي الأول، هتقلل في سرعته. عندنا الايتم بتاعت البوت دي، كانت بتدي اللي هو تدمير مقاومة السحر بنسبة 15%، دلوقتي بقت 12%. عندنا الايتمية بتاعت البوت برضو، الايتمية دي خدت نيرف. كانت بتعمل من 50 ل150 زائد 45% بونص اتاك دامج، بقت من 40 ل120 زائد 35% بونص اتاك دامج. يعني دلوقتي الدمج بتاعها قل بنسبة واضحة. وعندنا الالتيمية دي كمان أخدت نيرف، الدمج البيز اتاك بتاعها نزل من 280% لحد 230، يعني نقص 50% بحالهم. يعني الالتيمية دي هتدمج أقل بكتير من الأول. وآخر ايتماية وآخر حاجة معانا النهاردة في النيرفات هي الايتماية دي. والأتاك دمج بتاعها قل بنسبة من 150% لحد 120%، يعني نقصت 130%. برضه هتدمج دمج أقل بكتير من الأول. وآخر حاجة معانا النهاردة هي السكنات. أول سكن معانا سكن ليسن هينزله من 25 ديسمبر، وبعد كده سكن تويتش، وسكن سنجد هينزله يوم 1 يناير. وبس كده يا أبطال، دي كانت كل التعديلات الجديدة في الباتش الأخير، زي التغييرات على مهارات الأبطال وأيتمات الدعم والهجوم. زي ما شفتوا في حاجات عمل لها بف عشان تقوي البطل، وفي حاجات عمل لها نرف عشان اللعب يبقى متوازن. وأتمنى يكون الشرح عجبكم، ولو الشرح عجبكم متنساش اللايك والسبسكرايب وتدعموني بكومنت. وسلام.